ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية وأراد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم إذا حب المولى عز وجل باش نشوفوا معلم تاريخي. المعلم هذا موجود على حدود مكة، يعني بين الحرم المكي الكعبة لهنا، وهذه كما تشوفوا خيام ميناء. لهنا جسر الجمرات. لما نقول الجمرات يعني البلاصة اللي يرجموا فيها الشيطان يوم النحر، وكذلك الثلاثة أيام متاع التشريق. المعلم متاعنا هو موجود لهنا كما تدل عليه الفلاش هذه. وقت اللي الحاج يجي هابط بعد ما يرجم جمرة العقبة، يعني هذا يوم النحر، بعد ما يرجم جمرة العقبة ويكون هابط يعني بالجسر هذا في اتجاه مكة المكرمة. المعلم متاعنا كيما تدل عليه الفلاش او لهنا موجود في المنطقة اللي يقع فيها الحج، يعني المشاعر، ولكنه ما عنده حتى علاقة بالحج. علاقته بسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. كما نشوفوا لهنا هذه خيام ميناء. هذا جسر الجمرات، يعني جمرة العقبة، الجمرة الوسطى والجمرة الصغرى. المعلم متاعنا هي البنية الصفراء اللي لهنا. باهي نشوفوا تصويرة أخرى لهنا من البعيد، نشوفوا يعني هيك المنقالة الكبيرة اللي موجودة بجنب الحرم المكي. المعلم تاعنا موجود لهنا. شوفوا من زاوية أخرى هو موجود لهنا. الناس هذوما يعني هذا يوم النحر، يعني مخلين ميناء وراهم وماشيين نحو يعني الحرم المكي باش يقوموا بالفرائض. النهار هذا يبداو يعملوا طواف الإفاضة. شوفوا التصوير أخرى. المعلم تاعنا هو لهنا كذلك هو لهنا. به المعلم تاعنا عبارة على مسجد مسكر، وهذا هو مسجد بيعة العقبة الأولى والثانية. طبعا بيعة شكون؟ بيعة الأنصار الأوس والخزرج، وقت اللي بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. به نهبطوا توا على الميدان ونشوفوا الحكاية من قريب. به احنا توا على الميدان بالضبط في حدود ميناء. البنية اللي نشوفوا فيها قدامنا هي الجمرات، يعني جسر الجمرات، البلاصة اللي نرجموا فيها الشيطان ابتداء من يوم النحر، وبعدها يجيو 3 أيام متاع التشريق. نعملوا نطلع على اليمين نشوفوا لهنا، نقربوا بالزوم. انا نشوف المنقالة الكبيرة وين الكعبة. به ولكن مش هذا المهم هي البنية الصفراء اللي نشوفوا فيها قدامنا. البنية الصفراء اللي نشوفوا فيها قدامنا هي مسجد بيعة العقبة الأولى والثانية. البيعة الأولى كانت سنة 12 من النبوة، يعني جويلية 621 ميلادي. لو نتذكروا في العام اللي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صارت له الحكاية متاع الطائف وكيفاش ضربوه، لهنا بدل الخطة في الدعوة، بدأ يدعو في القبائل اللي تسكن خارج مكة. تقابل لهنا مع 6 أنفار من الأوس والخزرج جايين من مدينة يثرب. هذا كان يعني 620 ميلادي، ولكن في 621 ميلادي تمت لهنا البيعة الأولى. لهنا بيعوه 12 واحد من الأوس والخزرج. ولكن في العام المقبل يعني جوان 622 ميلادي
الناس اللي حضروا لهنا هم 73 واحد من الأوس والخزرج، وكذلك حضروا معاهم زوز نساء، منهم نسيبة بنت كعب يعني أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، معها امرأة أخرى. وهذه تتسمى البيعة الثانية أو البيعة الكبرى، ومنها كانت الهجرة المباركة. أول واحد بنى الجامع هذا هو الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، وهذا كان عام 761 ميلادي. ولكن البنية اللي نشوفوا فيها قدامنا هي بنية عثمانية. كما قلنا احنا في حدود الجمرات، والمنطقة هذه تسمى بشعيب البيعة. احنا تو هنا في حدود الجمرات، والمنطقة هذه تتسمى شعيب البيعة. لو نتأملوا البناية اللي قدامنا هي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. به يعني بين المنطقة هذيك والمسجد متاعنا كان ثم جبل، يعني بعض الجبولات صغار. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار المنطقة هذه على خاطر كان مختفي نوعا ما. الجبال هذه ما عادش موجودة، يعني وقت اللي السلطات عملت التوسعة نحات الجبال الكل. في الكتب الحديثة متاع اليوم يعني اللي فيها تعريف بمناطق مكة المكرمة، لقيت اللي إمارة مكة رأت أنه من الضروري إعادة بناء هذا المسجد، وهذا يعني باش يحفظوا هيك الأماكن التاريخية. ولكن نلقاو في نفس الوقت تحذير اللي المناطق هذه لا يجب أن نتبرك عندها، ولا يجب كذلك الدعاء والعبادة إلى آخره. كما نشوفوا بعض الناس اليوم تلقاهم يتعبدوا ويبداو يمسوا ويتبركوا إلى آخره. به نحاولوا نقربوا أكثر. هذا هو المسجد من الداخل، ما في حد شيء، مسجد فارغ ومسكر. المهم الممنوع لهنا هو التبرك يعني، والحكايات من النوع هذه والمعتقدات بصفة عامة. الكتابة هذه من العهد العباسي، شوفوا كذلك تم بجنبها كتابة أخرى. وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافت عند ميلاده صلى الله عليه وسلم ببشرى. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما